السلام عليكم. هقول لكم كلمتين بخصوص السكر. اللي انا بلاحظه ان في ناس كتير قوي بتحط 3 4 معالق سكر على الشاي. يا جماعه انتوا بتجيبوا لنفسكم الامراض ليه؟ ده بيجيب مرض السكر. يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه مرض السكر؟ يعني والعياذ بالله فيها حاجات مش كويسه ومش ظريفه. يعني تعب في الكليتين، ضعف نظر في العينين، تأثير كل الأعضاء الحيوية من جوه بتتأثر من مرض السكر، اعتلال شبكية. ما بتعرف، النظر بيضعف وما تعرفش تشوف لغاية ما بعد الشر يروح. وغير بقى إصابات في أطراف الأصابع والرجلين. يا جماعة بالراحة على السكر. ما أنا يعني أنا بستعجب قوي من اللي بيحط 3 4 معالق سكر في كوباية الشاي. إيه اللي أنت استفدته من السكر ده كله؟ عارف يعني ايه 3 4 معالق سكر؟ يعني انت كأنك عصرت 10 عيدان قصب عشان تطلع ال 3 4 معالق. حد يمص 3 4 عيدان قصب؟ طب بتشرب كام كوبايه في اليوم؟ 3 4 كوبايات في اليوم؟ مش كتير يا جماعه اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده؟ انتوا عارفين كم مريض سكر في مصر بياخد ادويه وبياخد انسولين وبياخد حقن وبيتشكشك وبايده بكل شويه بيشوف الدم فيه كام؟ عندنا 22 مليون ونص مريض سكر في مصر. ده غير ان يقال في احصائيات ان في زيهم ضعفهم ما يعرفوش ان هم عندهم لسه سكر. السكر ده بيخليك مش قادر تطلع السلالم، مش عارف تنزل، مش عارف تشوف حياتك. إيه، كل شويه دورة الميه، كل شويه حاجات كتيره يا جماعه. يا ريت نخف شويه من السكر، حرام عليكم. الشعوب العربيه اللي نازله حتتك بتتك على الكنافه وعلى البسبوسه وعلى القطايف وعلى الحلويات، إيه، وعلى الجيلاتي وعلى كل حاجه فيها كميه سكر. تروح تشتري طبق مهلبيه ولا طبق مش عارف ايه مليان سكر، ولا الحاجات الجديده اللي بتخترع اشطوطه وغيرها، سكر سكر، كميه سكر بتدخل الجسم. يا جماعه انتوا لازم تعرفوا ان جسم الانسان بيحتاج للسكر وكل حاجه، والمخ بيتغذى على السكر، بس ليه كميه محدوده، ليه سعرات محدوده. لو زادت عن حد بتتقلب للضد. يا ريت نخف شويه من السكر، من فضلكم خفوا شويه من السكر. وكفايه معلقه سكر واحده على كوبايه الشاي. جربوها هتتعودوا عليها بعد كده. لما نزلتش انت الدكاتره هينزلوك بالغصب. لما حياتك هتتأثر وتلاقي ان وظايفك كلها بتتأثر والتحليل بتاعك بتأثر، يا ريت كل 3 شهور اعمل تحليل سكر تراكمي. تحليل سكر تراكمي، شوف اخبار السكر عندك عامل ايه، عالي ولا لا. الحقيقة بهدلة، ربنا ما يكتبها على حد ابدا يا رب، مرضى السكر ويشفيهم ويعافيهم. بس خفوا من السكر، وكفاية 3 4 معالق على السكر على كوباية الشاي. حرام والله حرام. استهلاكنا للسكر رهيب، احنا دولة مستهلكة للسكر بكمية مش زي اي دولة في العالم. بنستهلك سكر كتير قوي. كفاية وبالراحة. ومن فضلكم حافظوا على حياتكم وحياة عيالكم، لان ده بيورث للاطفال وبيورث للاولاد. بيلبسوا اللي انتوا بتعملوه، اللي انت بتعمله عيالك هيلبسوه وهيصابوا بيه، وبيتنقل من جد لجد ومن اب لاب. حرام. من فضلكم حافظوا على نفسكم. تحياتي لكم، تابعوني محمد ابو فرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.